بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا اعزائنا المشاهدين، كل سنه وحضراتكم طيبين. في تاني حلقات برنامج فرسان العرب، وحلقه قويه جدا النهارده يا جماعه. معانا الكابتن محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسنج. اهلا وسهلا كابتن محمد، كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن محمد. اهلا بيك كابتن ايمن، كل سنه وانتم طيبين، وانا سعيد بوجودي معاكم في البرنامج. اهلا بحضرتك كابتن محمد. ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب. انتم طيبين يا جماعه. احنا كنا عايزين بس نعرف من حضرتك، وحضرتك منورنا وموجود معانا، نعرف منك ايه انجازات الاتحاد للكيك بوكسنج. كيك بوكسنج صح كده؟ تمام. مثلا نشأته من امتى؟ احنا نسمع ان هو من سنه. مدته ايه الانجازات اللي حصلت في طول المده دي؟ ايه اخر انجازاته؟ اتفضل. اولا قبل بدايه حواري معلش استاذنك، كلنا بنتمنى لوزيرنا المحبوب دكتور اشرف صبحي طبعا كابتن محمد ان شاء الله يقوم بالسلامه ويرجع تاني لمحبينه كبير الرياضه المصريه. دعواتنا من برنامج فرسان العرب قناه صوت العرب على لسان الكابتن محمد صبيح وكل الرياضيين مصر بشفاء العاجل لوزيرنا المحترم وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي. رياضه، اما لو رجعنا لرياضه الكيك بوكسنج، رياضه الكيك بوكسنج رياضه زي ما انت قلت ليها اتحاد رسمي حديث نسبيا، عمره سنه تقريبا. الا انها رياضه موجوده في مصر بقى لها اكثر من 20 سنه. لو شاورنا مع بعض على مباني مصر واماكن مصر، رياضه الكيك بوكسنج موجوده في كل ركن في مصر دلوقتي. كل مركز شباب وكل نادي هتلاقي فيه موجود كيك بوكسنج. الكيك بوكسنج بدا يخش كل بيت. احنا كان دورنا الاساسي في الرياضه دي دورين، هو ده اللي مكلفين بيه من قبل وزاره الشباب والرياضه. الدور الاول هو نشر الرياضه. الحمد لله احنا النهارده موجودين في 27 محافظه على مستوى الجمهوريه. الحمد لله تقدر اي نادي او مركز شباب، كل جمهورنا اللي بيتفرج علينا عايز ابنه يلعب رياضه الكيك بوكسنج، الرياضه الفعاله في الدفاع عن النفس، يقدر يلاقيها في اقرب مركز شباب ليه واقرب نادي ليه، متاحه وسهله. ده دورنا الاساسي ان احنا ننشر الرياضه. اما الدور الاخر اللي احنا نقدر نعمل نتائج في الرياضه، فالحمد لله قدرنا نعمل احداث محترمه على المستوى المحلي، وكان لينا مشاركه دوليه وعملنا فيها انجاز كبير. على المستوى المحلي كان لينا خطه عمل. تمام. اول حاجه قدرنا نبدا بيها ان احنا نعمل دورات مدربين وحكام للكوادر اللي هتشتغل معانا. عملنا دوره التصنيفيه الاولى ودوره التصنيفيه الثانيه، وعملنا دوره في اسكندريه ودوره في بورسعيد، عملنا دوره في الدقهليه، عملنا نزلنا محافظات مصر كذا منطقه. احنا تخطينا حاجز ال1000 مدرب. مصر في خلال سنه عندنا اكتر من 1000 مدرب. عملنا بطولات جمهوريه للمراحل المختلفه، عملنا بطولات جمهوريه للبراعم، للناشئين، للشباب، عملنا تصفيات منتخب للكبار. عملنا ده على مستوى البطوله للمراحل المختلفه. في انتشار اللعبه عملنا بطولات مصر المفتوحه وكاس مصر. تقريبا في اول حدث لينا كابتن ايمن لو حضرتك كنت مشرفنا 5000 لاعب. وكاس مصر الثاني طبعا كاس مصر الثاني تخطينا حاجز ال 5000 وقربنا من 6000 لاعب في بطوله في يومين 3 ايام، يعني في 5 ايام. الايفنت الاولاني عملناه على 6 ملاعب، الايفنت الثاني عملناه على 7 ملاعب. الحمد لله اثبتنا للمجتمع المصري ان احنا قادرين ننظم احداث بالمستوى ده ككوادر رياضيه موجوده في مصر بتدير اللعبه دي وبتحب اللعبه دي. يعني نقدر نقول ان عملنا جزء كبير من طموحنا في العام الاول في انتشار اللعبه وفي عمل احداث ليها، واللي جاي ان شاء الله يكون افضل ان شاء الله باذن الله يا كابتن محمد. طب هنتكلم كابتن محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسنج، طبعا مشرفنا. عايزين نتكلم عن الحدث الاخير اللي شغل كل المدربين، وشفنا على وسائل التواصل الاجتماعي مدربين كتير. حضرتك بتقول وصلنا ل 1000 مدرب تقريبا في مصر. ده انجاز كبير جدا. شفنا فعلا انتشار في مناطق جميع المحافظات الجمهوريه، موجود مناطق للاتحاد المصري للكيك بوكسنج، وفعلا انجاز كبير جدا في وقت قصير. كابتن محمد كلمنا بقى عن الحدث الاكبر اللي انا كنت سعيد جدا وانا بقرا الخبر كده. ابطال افريقيا، منتخب مصر حقق كاس افريقيا في الكاميرون. وكلمنا عن لقاء السفير، طبعا لقاء السفير المصري في الكاميرون. حضرتك اشدت وشفنا على وسائل التواصل الاجتماعي، حضرتك رحبت، الراجل رحب بيكو وكان معاكم. كلمنا كده عن احداث بطوله افريقيا يا كابتن محمد. بص انا هكلمك من قبل البطوله. اتفضل. احنا عندنا تاريخ كبير من الرياضه دي في مصر، كنا لينا مشاركات، لكن ما كانش المشاركات دي في وقت من الاوقات وصلت للمنافسه على كاس البطوله. كنا دايما عندنا بعض العناصر الممتازه كانت تطلع تجيب ميداليه ذهب او فضه من خلال منتخب قومي. تمام. كنا لينا مشاركات بطلع بلاعبين في مستوى تاني يعني في بطولات الدوليه اللي شاركنا فيها بره مصر. كنا دايما بنحلم امتى هيجي اليوم ومصر تاخد حقها وتنافس. لما اتعمل لنا الاتحاد كان جوه عقلنا واحنا بننشر اللعبه حاجه تانية مهمه، ازاي لما ننزل بطوله دوليه نثبت للعالم مكانه مصر، وان مصر تستحق انها تجيب مراكز متقدمه.
ده حلم جوانا ما بنصرحش بيه كتير، لكن حلم جوانا ان احنا ننزل وننافس وعربيا وافريقيا وعالميا نقول للعالم ان مصر موجوده في ساحه المنافسه في رياضه الكيك بوكسنج. واحنا بنجهز لبطوله افريقيا، الامر مش بسيط، الناس بتبص عليه كده، عملنا كاس افريقيا، الامر مش بسيط. اول مره واحنا بنعمل تجارب اختيار منتخب مصر الاولى. تمام. عملنا تجارب اولى، حادث كورونا والدنيا اتعطلت ومفيش تمرين. طبعا الرياضه توقفت كلها. الله عليك، البطولات الدوليه اتاجلت، خطه النشاط الدوليه اتاجلت، في منافسه وفي هجوم كتير من ناس، يعني كل مجال فيه ناس بتحب وفي ناس مش بتحب. أكيد. ففي منافسه موجوده في الساحه، والناس دايما بتحطم من املنا ان احنا نقدر نعمل نتائج دوليه. عملنا تصفيه واثنين، وبعدين لقينا نفسنا اتحددت بطوله كاس افريقيا للكيك بوكسنج. عايز اقول لك انك كلنا كمسؤولين في الاتحاد المصري للكيك بوكسنج ومجلس اداره الاتحاد المصري للكيك بوكسنج والقائمين عليه من الكوادر الفنيه، قلقنا الاولاني هل هنقدر نطلع في البطوله وننافس؟ طب نطلع في البطوله، الحمد لله احنا كاتحاد بقى عندنا قدره ماليه ان احنا نشارك دوليا. بمين؟ بعمل ال1000 مدرب اللي موجودين انا قلت لحضرتك عليهم. بمين؟ بلعيبه مصر اللي موجودين في الرياضه دي. بمين؟ بوزير محترم زي دكتور اشرف صبحي اللي دايما في ظهرنا. طبعا داعم الله عليك جدا. لكن ازاي تعمل الانجاز؟ احنا الانجاز بتاعنا بدأ من اول اختيار العناصر للمنتخب القومي، ثم لما اخترناهم على مقاييس. يمكن اللاعب بيجي يعمل منافسته او بيجي يلعب المباراه بتاعته مش في حساباته، لكن في حساباتنا احنا حاجات كتير قوي. مين طبعا فيهم يقدر ينافس يعني يمثل مصر عالميا. ايوه. اخترنا كويس، واحنا بنختار يا كابتن ايمن كنا بنختار الاصغر في السن، كان ده تارجت بالنسبه لنا مهم. تمام. انا هاخد ولد عنده حاجه و30 سنه ممكن يعمل نتيجه النهارده، لكن مش هيديني على المستوى اللي جاي. سيادتك بتبص لقدام كابتن محمد، فخدنا عايز بطل صغير يستمر معايا في بطولات. خدنا اصغر سن، خدنا مواليد 2002 و2001، وخدنا استثناء 2003. تمام. وخدنا ولد وبنت 22 سنه 23 سنه، دول الكبار بتوعنا في السن. فالمنتخب كله سنه صغير. بدأنا نعمل تدريبات من اول ما خدنا قرار يبقى في منتخب قومي، تدريبات ثابته اسبوعيا اللعيبه بتيجي تتمرن فيها. عرفنا اللي فيه طبعا عرفنا اللي فيه بطوله دوليه، بدأ يبقى في معسكر مغلق تجهيزا للبطوله. عرفنا ان المنافسه رايحه في اتجاه بعض الموازين، رتبنا اوراقنا كويس، رحنا قدرنا نعمل المعسكر ده، وده اطول معسكر تقريبا اتعمل لحد قبل كده في اللعبه بتاعتنا. كانت مدته شهر تقريبا. شهر. لكن احنا مستقبلنا ان شاء الله الامر يبقى افضل من كده، لكن انا بقول على المتاح بالنسبه لنا. وطبعا في لعيبه مع اختلاف الموازين اللي اتحطت، وتعرف الدوله المضيف دايما بيبقى ليها حساباتها عشان تقدر تعمل اكبر انجاز. اكيد طبعا. واحنا بنمشي مع النغمه دي عشان نقدر نحقق اعلى انجاز. فبالفعل حددنا اللعيبه، ولما لقينا في تغييرات غيرنا اللي يقدر يدينا فرصه للمنافسه. خدنا 3 ولاد و3 بنات في النتيجه الاخيره. 3 ولاد و3 بنات. خدنا مدرب رجال وخدنا مدربه سيدات، خدنا حكم خدنا اداري. عندنا ناس بتحب الرياضه دي فطلع حكم تاني. عندنا فبقينا معانا 2 حكام دوليين. عندنا ناس بتحب الرياضه دي فطلع مدرب تاني من مدربينا يساند المنتخب القومي. في ناس من وقتها ومن جهدها ومن مالها طلعت معانا الايفنت. لو حضرتك شفت قرار وزاري هتلاقيه فيه 15 واحد، 11 منهم بالزبط على نفقه الاتحاد، وفي 4 بره نفقه الاتحاد طلع منهم 13، طلعنا 13 حد. كل ده بعض دول يا كابتن محمد اللي هم خارج لا احنا عندنا انا بتمنى اسافر منتخب مصر كامل. تمام. فبتمنى اطلع في ال11 ميزان. قدراتي ما اقدرش اطلع ده. تمام. فبعمل ايه؟ اخترت 3 اولاد و3 بنات، وخدت 2 احتياطي لو قدرت، وخدت حكم احتياطي، في ناس مش فاهمه، وخدت مدرب احتياطي. خدت من كل حاجه احتياطي، لان احنا في ظروف كورونا ممكن واحد فينا راح نعمل كشف نلاقي في عنده مشكله، فعندي لاعب رابع جاهز. طب استاذنك كابتن محمد، هنطلع فاصل يا جماعه، واوعوا تروحوا في اي حته مع الكابتن محمد صبيح. حلقه قويه جدا، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسنج، وانجاز قوي جدا حصول منتخب مصر للكيك بوكسنج على كاس افريقيا في الكاميرون. انتظرونا. لو هتكلم عن مصر تشهد كتب التاريخ، لو هتكلم عن مصر تشهد كتب التاريخ، عن شوارعها ومبانيها، عن طيبة روح أهاليها.
رجعنا بعد الفاصل ونرجع نكمل حلقتنا مع كابتن محمد صبيح. اتفضل كابتن محمد. حضرتك قلت بعد ما اخترت اللعيبه والمنافسه كانت اخبارها ايه هناك، عايزين حضرتك بس تكمل وتقول لنا اخبار الدنيا كانت هناك. في البدايه اخترنا كويس واتفقنا اخترنا ازاي. تمام. بعد كده طلعنا البطوله. لما طلعنا البطوله دي متوقع ليها ان يشارك تقريبا 15 دوله. متوسط من 13 ل 15 دوله، ده المتوقع ليها كل مره. الى ان لظروف كورونا اللي شارك 5 دول. 5 دول دي بدتنا فرصه اكبر، ولكن عندنا طبعا جوه البطوله في الدوله المضيف دايما بتحلم انها تحافظ على انها تجيب المركز الاول. في مالي، في وسط افريقيا، في دول افريقيه موجوده، لكن دايما المنافسه مع الدوله المضيفه تبقى الاصعب، لان رئيس الاتحاد الافريقي هو كاميروني الجنسيه، فهو في بلده، والمنتخب الكاميروني. الاتحاد الافريقي كابتن محمد، رئيس الاتحاد الافريقي للكيك بوكسنج من الكاميرون، والبطوله في الكاميرون، وهو موجود، فهو موجود في كل المنافسات، يعني هو موجود في ستايل الفول كونتاكت وفي ستايل اللو كيك، هو موجود في كل الموازين، هو موجود ومجهز منتخبه عشان يجيب مركز اول. يمكن خرج من منافسه منتخب قوي زي منتخب المغرب ما قدرش يجي لظروف كورونا، لكن الكاميرون بلد قويه في الرياضه بتاعتنا، من دول وسط افريقيا، برضو من الدول القويه. عندنا مالي كان عندها منافسه قويه جدا، بس احنا قطعنا بلعبتهم في الدورات التمهيديه الحمد لله بشكل يعني فخورين بيه. طبعا كل ده كان متارجت على المركز الاول، كله جاي متارجت على المركز الاول، واحنا مشاركين ب6 لعيبه مش بعدد كبير. تمام. لكن الحمد لله قدرنا كاداره بطوله نقدر نخلي لعيبتنا يلعبوا الستايلين، الفول كونتاكت واللو كيك. تمام. فبقت المنافسه ال6 بقوا 12 في المنافسه، هم جايين كل حد بيلعب ستايل. احنا جهزنا اولادنا على ده. لو الناس لاحظت في التصفيات اللي احنا كنا بنبثها مباشر على قناه الاتحاد المصري للكيك بوكسنج على اليوتيوب، وشاهدنا كنت بطلع اللاعب وانزله واطلعه تاني، والولاد مستغربه، متعودين اللي يلعب ماتش ويروح، وانا ما قلتش كده، لا انا طلعته من هنا لهنا لهنا، عودتهم على الجو ده. رحنا قبل البطوله بيومين، خدوا على طبعا الجو مختلف، خدوا على الجو اللي هناك. المنافسه نفسها هم حاسين ان هم قدها. الولاد اختيارهم كويس. جوه البطوله مدربين الولاد ومدربين البنات، جوه البطوله حكامنا الدوليين، جوه البطوله اجتهدنا ان احنا نعمل اعلى نتائج. جوه البطوله دولتنا المصريه، سفير مصر مستنينا، سفير مصر معانا. شفنا ده وشاهدناه طبعا على وسائل التواصل الاجتماعي، بما ان انا متابع جيد وحابب ومدرب كيك بوكسنج نفس اللعبه، وليا الشرف طبعا ان الكابتن محمد صبيح يكون رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسنج، والانجازات العظيمه اللي تمت. كنا متابعين جدا يا كابتن محمد، وكنا دعواتنا كلها للمنتخب المصري طبعا، رفع علم مصر خارج مصر سواء في الكاميرون او في اي مكان، دي في حد ذاتها انت عارف كلنا يعني بيبقى شعور لا يوصف. هو ده سفير مصر، قنصل مصر، اللعيبه المصريين، المدربين، الحكام، كلنا املنا ان احنا نعمل نتيجه. دخلنا المنافسه من اول مباراه عمالين نطلع فوز ورا فوز، خلينا نحس ونحلم ان احنا ليه ما نبقاش اول. بقينا اول وتاني احنا والكاميرون في منافسه، قدرنا نفرق بميداليه ونجيب 6 ميداليات. انجاز قد يراه البعض بسيط، لكن احنا بالنسبه لنا كحلم، حلمنا عمر طويل عشانه، هو خطوه لينا في منافسه اكبر. طبعا. احنا بطوله افريقيا اللي جايه، احنا لعبنا كاس افريقيا، عندنا السنه الجايه بطوله افريقيا، سنه وسنه. بطوله افريقيا اللي جايه هتبقى اصعب، وده حافز لينا ان من اول منافسه لينا العرب، اخواتنا العرب شافونا. طبعا. احنا اول افريقيا. الافارقه كلهم، كل البلاد اللي ما شاركتش واللي شاركت عرفت ان مصر ما كانتش جايه نزهه، مصر جايه تفوز، دوله قويه وجايه تفوز. عايز اقول لك والبطوله بتتعمل، بيقول لي طب انت هتيجي طبعا في صور كابتن محمد بتتعرض دلوقتي على الشاشه حضرتك للمنتخب طبعا. مصر واستقبالكم في الكاميرون حاجه مشرفه جدا جدا بجد كابتن محمد. ابطال يعني تشرف. البطل احمد اسماعيل، البطله اكرام، البطله شهد، البطله ايمان هاني، البطل انا قلت احمد اسماعيل مندو، البطل سماره. الشاب الصغير اللي مواليد 2002 الرائع، المودي اللي احنا الشاب الجميل اللي مواليد 2002 اللي دخل ولعب
يعني في اول منافسه دوليه ليه بالشراسه دي. طبعا احنا من خلال البرنامج طبعا بنهني انا والاستاذ حلمي طبعا أكيد طبعا كل الابطال اللي رفعوا علم مصر في الكاميرون وشرفوا مصر وشرفوا فعلا لعبه الكيك بوكسنج، اللعبه الاشهر حاليا في العالم. كابتن محمد صبيح انت منورنا. عايزين بس نتكلم كابتن محمد عن الاحداث، يعني ان شاء الله ايه اللي جاي في دماغ كابتن محمد صبيح ايه بعد حصول منتخب مصر على كاس افريقيا؟ ايه اللي جاي؟ بنسمع فيه بطولات جايه طبعا، شفنا وشاهدنا بطوله مصر المفتوحه الاولى وبطوله مصر المفتوحه الثانيه واختيار منتخب مصر وكاس افريقيا، حاجه مشرفه جدا جدا يا جماعه في لعبه يعني اشتهرت وبقت رسمي من يناير 2000 حتى الان ما يقرب من سنه ونص تقريبا. انجازات رهيبه كابتن محمد صبيح بصراحه، يعني انا بحسدك. الله يبارك بحسدك بجد. انا عايز انتهز الفرصه هنا واقول لاولادنا المصريين، شباب مصر، ابطال مصر، منتخبات الولاد الكبار، احنا عندنا بطوله الجمهوريه ان شاء الله يوم 20 21 من 21 21 22 23 مايو، بعد العيد على طول ان شاء الله. عموم كابتن بطوله الجمهوريه العموم، بطوله الجمهوريه العموم دي اللي هيطلع منها المنتخب اللي عنده خطه نشاط دوليه غير عاديه. عندنا بطوله عربيه هنشارك فيها، تمام. احنا لعبنا بطوله كاس افريقيا، هنلعب بطوله افريقيا، عندنا الاسلاميك جيمز، عندنا بطوله العالم، 4 احداث كبار. بقول لاولادنا للعموم استعدوا، احنا هنشارك واحنا عندنا حلم رحيم دايما عشان نجيب مركز اول. اللي بيفكر بطولة واحدة كمان، مش بطوله واحده، في اكتر من بطوله. منتخباتنا هتجهز من بعد بطوله العموم في اكتر من تصفيات عشان نطمن اللي هيشارك ويمثل مصر هم افضل ناس في مصر. ما حدش هيتظلم عندنا في رياضه الكيك بوكسنج، لا لسه. ده بالنسبه للكبار. انا بقول كمان البراعم والناشئين والشباب، مصر هتشارك ان شاء الله في بطوله العالم للشباب، مصر هتشارك في بطوله العالم للناشئين، مصر هتشارك في بطوله البراعم. بس كده لا، ولاد وبنات بس كده لا، وفروع الاتحاد المختلفه. مصر هتشارك في البطولات الدوليه للصامبو، احنا هننظم بطوله افريقيا للصامبو على ارض مصر في شهر 6 ماكسيموم 7 اللي جاي ان شاء الله. هنعمل بطوله افريقيا في مصر في نفس السنه دي ان شاء الله. بس كده لا، احنا عندنا مستويات مختلفه من الاحداث هتطبق ان شاء الله في ارض مصر. الناس في مصر شافت الحدث البسيط، لسه ما شافتش الاحداث الاحترافيه وجمالها. جماعه الكيك بوكس في مصر، محبين الكيك بوكس في مصر استنونا، عندنا احلام كتير هنحققها مع بعض. عندنا امل في الله وامل فيكم بعد الله ان احنا مع بعض نحقق احلامنا. بطولتنا الرياضه بتاعتنا تنتشر مش في كل مركز شباب ونادي، في كل بيت. الرياضه الميزانيه الاولى في مصر. 1 في الانتشار، 2 في النتائج. احنا كل بطوله رايحينها بنقول للعرب وبنقول للافارقه وبنقول للعالم احنا مصر لما هتشارك في كل ايفنت. المره دي مش هشارك ب6 لعيبه، ان شاء الله اللي جاي اكتر من كده، وانا بشارك في كل ايفنت رايح اجيب اول، رايح اجيب اول. يبقى في عدد بقى لعيبه منتخب مصر طبعا باذن الله. رايح اجيب اول ليه؟ لان اللي راحوا اول مره معايا ما خذلونيش، واللي جاي مش هيخذلوني ان شاء الله. بنعمل كل مجهود عشان نوفر موارد عشان نقدر نشارك عالميا في كل الاحداث اللي جايه دي. هنعمل احداث في مصر على مستوى الهوايه وعلى مستوى الاحتراف، عملنا على مستوى الكم، هنوريكم اللي جاي الكيف. هنعمل احداث برو امتر بروفيشنال، الناس تشوفها تقول انا عايز العب كيك بوكسنج. استنوا اللي جاي، انا معاك يا كابتن ايمن، وبوعدك وبوعد حضرتك وبوعد كل محبين الكيك بوكس في مصر. الاحداث اللي جايه للكيك بوكسنج في مصر هتخلي كل لاعب في العاب النزاليه في مصر يحب يلعب كيك بوكسنج. ده وعد مني لكل محبين الكيك بوكسنج. محمد صبيح بيوعدنا ان شاء الله ان لعبه الكيك بوكسنج هي طبعا هي اللعبه الشعبيه دلوقتي في العاب الدفاع عن النفس او فنون القتال. ان شاء الله منتخبات مصر اذا كانت براعم او عموم منتخبات قويه، وهو ده اللي يهمنا ان احنا نرفع علم مصر في جميع المحافل الدوليه يا جماعه. في جمله اخيره قبل ما انهي اللقاء الجميل معاكم. انا عايز بس استاذنك كابتن محمد، طبعا تعازينا يا جماعه انا والاستاذ حلمي واسره البرنامج لاخونا الكبير والاب المحترم الخلوق رحمه الله عليه الحاج طاهر الجزار المدير المالي. بنعزي طبعا كابتن محمد ومجلس الاداره الحاج طاهر الجزار رحمه الله عليه، يتغمده الله برحمته الواسعه في هذا الشهر الكريم. بندعو له بالرحمه والمغفره. الله يرحمك يا عم طاهر. من الكوادر اللي بتخلينا نشتغل في الفنيات بقوه ان يبقى معاك كوادر اداريه ناجحه. طبعا البقاء لله لعم طاهر وكل محبين عم طاهر، وربنا يقدرنا وننفذ حلمه وحلم كل المصريين. وفي حاجه اخيره عايز اتكلم عنها. اتفضل. لكل نجاح مشككين، اكيد طبعا. في كل نجاح في ناس بتحاول تعطل المسير. انا باكد على كل الناس في مصر تاني، احنا لا
نبغي الا ان لعبتنا تبقى افضل لعبه في مصر. احنا بابنا مفتوح لكل الناس، اي حد في مصر بيحب الرياضه دي مرحب بيه. قد لا نرضي كل الناس ولكننا بنحاول نعمل ده، قد يشكك فينا بعض الناس ولكننا عندنا هدف واحد، الرياضه دي هي الافضل. اللي بيحب الرياضه دي وحابب يبقى موجود ويساعد فيها مرحب بيه، مرحب بيه. وعد بوعده لكل المصريين، اي حد في الرياضه دي الاتحاد ده بيت كل الناس ومرحب بكل الناس واهلا بيهم. وطول ما حضرتك كان موجود معانا ورئيس الاتحاد وفي ظهر الاتحاد وطموحات احنا عارفين ان في امل كبير ان انت تحقق كل الامال دي ان شاء الله. شرفتنا كابتن محمد، معلش وقت البرنامج. طبعا بنشكرك وبنشكر مجلس اداره الاتحاد المصري للكيك بوكسنج برئاسه الخلوق كابتن محمد صبيح. بنشكر كابتن مريم، كابتن زينب مأمون، كابتن فيكس مدرب منتخب مصر، كابتن عبد الهادي، كابتن محمد الزعيم، كل الناس اللي احنا قرينا اسمائها يا جماعه وشاهدناها. وبنشكر الابطال طبعا السته اللي طلعوا حصلوا على بطوله افريقيا ورفعوا علم مصر وكاس مصر. شرفتنا كابتن محمد صبيح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.